السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا اشتراك ولايك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هعمل معاكم كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة بدون فرن وبدون شوكولاتة. تعالوا بقى اقول لكم هنعملها ازاي ومكوناتها معايا ايه. انا معايا 4 كوبايات دقيق، معايا 4 بيضات، معايا كوبايتين سكر، معايا كيس بيكنج باودر و2 فانيليا، 4 معالق كاكاو خام اسباني، كوباية لبن وممكن احتاج شوية صغيرين في الاخر، وكوباية زيت. كل المقادير بنفس معيار الكوباية. ومعايا طبعا حلة الكيكة اللي مقدرش استغنى عنها في الكيك. اول حاجة هجيب الفانيليا هنزلها على البيض، وطبعا هجيب معلقة الخل أساسية عندي في البيض في الكيكة، بتشيل الزفارة جدا وبتدي للكيكة هشاشان حلو جدا. هجيب بقى الخلاط، شفشق الخلاط، هحط فيه عشان هعمل الاول الصوص بتاع الكيكة، عشان هاخد نصه هستخدمه بعد ما اخلص الكيكة، والنص التاني هستخدمه في قلب الكيكة نفسها. هجيب بقى ال4 معالق كاكاو، اهم حاجه يبقى اسباني عشان الاسباني حلو جدا وطعمه جميل وبيدي طعم الشوكولاته قوي. واحط كوبايه اللبن، وهحط نص مقدار السكر اللي هو يعني تقريبا هحط كوبايه وهسيب كوبايه هضربها مع العجينه. وهروح بيها على الخلاط، بس طبعا الزيت هنزله واحده واحده جدا والخلاط شغال، عشان هو ده اللي هيخلي القوام بتاع الشوكولاته يبقى تقيل. انا شغلت دوبت الاول السكر واللبن والكاكاو شويه مع بعض يتجانسوا مع بعض، وفتحت بقى الخلاط وهو شغال. بصوا بقى انا هنزل واحده واحده جدا ازاي، براحه جدا بالزيت لحد ما هيديني قوام تقيل. وخدي بالك عشان الخلاط ممكن يتحرق منك لو انتي خدتيش بالك تقله وصل لفين. تمام، انا مش هاخد طبعا كل الزيت، انا هاخد نصه بس، وبعد كده هاخد النص التاني في المرحله التانية بتاعه الكيكه نفسها. انا هنا اهو بنزل يعني زي سرسوب صغير خالص. انا هنا عندي خلاص الصوص الشوكولاته تقل، كفايه عليه قوي كده. هقفل بقى وهجيب بوله او طبق او اي حاجه عندك، هتاخدي نص الصوص اللي احنا عملناه ده هنحطه في طبق وهنركنه في جنب. عايز تحطيه في التلاجة هيتقل اكتر، مش عايزه تمام الجو بدأ يسقع فتمام انا ما حطيتوش في التلاجة، هو كده كده تقيل اصلا. هركنه في جنب وهرجع لبقيه مكونات الكيكه. ندخل بقى على مكونات الكيكه نفسها. انا كده خلصت الصوص خلاص، هدخل بقى على الكيكه. هحط البيض اللي حطيت عليه الفانيليا طبعا والخل، وهنزل ببقيه السكر، وهضرب بقى في الخلاط يعني ضربه حلوه كده كويسه. الكيكه الشوكولاته دي من الكيكات الحلوه جدا وطعمها حلو جدا. انا خدت نص كوبايه لبن كمان زودتهم علشان قوام الكيكه ما يبقاش سميك معايا ويبقى مكتوم معايا، انا عايزاه يبقى هش ويبقى عالي وفيه طراوه كده من جوه. هضرب بقى كده كويس لحد كله ما يتجانس مع بعض على سرعه عاليه. هكون طبعا انا محضره ورايا بوله كبيره عشان ابدا احط فيها الدقيق، وانخل الدقيق عشان احط المكونات التانية عليه. طبعا هي المطبخ متغير، شكله متغير لسه، بس المطبخ مكملش، بس حبيت موقفش تصوير معاكم. انا هنا بقى جبت بوله كبيره عشان زي المره اللي فاتت البوله كانت صغيره. هحط الدقيق في مصفى، لو ما عندكيش منخل. هي عمليه النخل الدقيق ده بيدخلها هوا كويس وبيخلي الكيكه مش مكتومه، يعني من الحاجات الاساسيه اللي بتخلي الكيك ليها شاشان حلو. وهاخد الكيس البيكنج باودر، اي عندك بقى كيك شيف بيكنج باودر، ده انا مش فاكره اسمه ايه بصراحه هو اللي كان موجود عندي ومتاح بس عمل معايا شغل حلو جدا. هحط الكيس كله واحط ذرة الملح، دي انا ما بنساهاش في اكلي، يعني ذرة بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا الصينية بتاعتي الحلة بتاعتي الكيكة انا مبدراها ومظبطاها قبل ما ابدأ. هقلب كده البيكنج باودر والدقيق مع بعض وهنزل بالخليط
انا ضفت على الخليط بقيه الزيت اللي كان معايا، بس الكاميرا كانت وقفت ما تصورتش. انا كده هقلبه. هلف بقى السائل مع الدقيق بحركة دائرية زي ما انتوا شايفين كده، وفي اتجاه واحد. يا جماعة الكيكة ما بتتلفش الا في اتجاه واحد، لو فضلتي راحة جاية راحة جاية صدقيني هتهبط منك، تطلع مكتومة، هتطلع فيها فوارغ، مش هتبقى مظبوطة تماما. هو كله لازم في اتجاه واحد ايا كان بقى، يعني ببطء قوي، وسط تماما. انا شغالة كويس، مش مسرعة قوي مش مبطئة قوي، وبجيب من تحت لفوق. انا هنا خلاص كده وصلت للقوام. بصوا القوام عامل ازاي. يا ريت توصلوا للقوام ده. حتى لو انت حاسه ان انت عايزه مثلا تزودي معلقتين لبن، تزودي اي سوائل بسيطه عشان حاسه ان القوام تقيل، اظبطي ده. مش اللي هو خلاص انا هحطه وانا حاسه ان القوام مش مظبوط، فممكن كده تخسري كل مكوناتك. يعني انت لما بتحسي ان العجينه عايزه شويه دقيق عشان قوامها يبقى مظبوط، عادي حطي معلقه بمعلقه لحد ما تظبط معاكي. انا هنا بقى نزلت كل الخليط في قلب الحله. تاني بقى مرحلة، انا مش هستخدم الكيكة دي في الفرن خالص، انا هعملها للناس اللي ما عندهاش فرن. انا عن نفسي الكيكة دي بحب اعملها على البوتاجاز، بتطلع حلوة جدا وبتطلع هشة قوي 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 وعالية جدا جدا جدا. هوريكم بقى هنسويها على البوتاجاز ازاي، وفيها كام فكرة نقدر نستغلها. لو انا زمانة اتزنقت دلوقتي عشان انا في مطبخ جديد، كل خاماتي مش موجودة معايا. انا هجيب فوطة نظيفة، الفوطة دي تبقى متخصصة للحاجات اللي زي دي في المطبخ، نظيفة جدا اهي خالص، مغسولة دايما ونظيفة. غطيت بيها الحلة او ورق فويل، يعني عندك تقدري تستخدمي ورق فويل او تستخدمي فوطة يعني، بس انا برجح الفوطة عادي تمام لو مش عندي. وجبت غطا حلة على قد مقاس الحلة واكبر منها بشوية عشان اكتمها كويس جدا، ولفيت عليها الفوطة من فوق كده. في اي حاجة صعبة؟ مفيش اي حاجة. هاجي بقى العين اللي انا بشاور لكم عليها دي، هي دي اللي انا بسوي عليها، او الاكبر منها شوية صغيرين مش الكبيرة. تمام. انا هولعها، هوطي النار، تبقى النار هادية، النار ما بتكونش عالية، النار بتكون زي ما انتوا شايفين انا هديتها قد ايه. المفروض بيبقى عندك شياطة بتحطي عليها الحلة زي ما انا بعمل، بس انا ما كانش عندي الشياطة، سبتها في المطبخ التاني. او الغطا اللي هو بتاع مثلا اللي هو بتاع السمنة، ساعات في ناس بتستخدمه لما بتتزنق. انا عندي صينية زي دي تمام، ما بتتحرقش مني، ما بتطلعش دخان، كويسة جدا جدا. حطيتها على النار، كانت بدأت تسخن، حطيت الحلة فيها زي ما انتوا شايفين كده، وظبطت النار كويس. وهسيبها بقى على النار، هتاخد منك من ساعة الا ربع لساعة. فتحتي عليها، افتحي كده براحة من الجنب بس، مش اللي هو تفتحي مرة واحدة. لو لقيتيها لسه ما استوتش قوي سيبيها شويه على النار، ما بتتحرقش وما بيحصلهاش حاجه. انا كده خلصتها بعد ساعه، خدت مني ساعه و10 دقايق بالظبط. طلعتها من على النار، حطيتها بقى اهي. شايفين ما شاء الله عاليه جدا جدا وطريه وعامله زي الاسفنجيه، يعني هي بجد حلوه قوي وهشه قوي وجميله. هقلبها لكم بقى وهشوف هتبقى عامله ازاي، وهنفتحها ونشوف هتبقى عامله ازاي. اديني قلبتها، ارتفاعها ما شاء الله عالي جدا جدا. هفتحها لكم من جوه كمان عشان تشوفوا هتبقى عامله ازاي. انا بصوا الشوكه بقى عماله كل شويه اغزها بيها عشان لما اجي احط الصوص تنزل جواها كمان. يعني لما تيجي بقى تاكلي الكيك تلاقي جواه كده صوص شوكولاته طعمه حلو. مش هنزل بالكميه كلها، انا هاخد بس كميه معقوله، عشان لو نزلت بالكميه كلها هتنزل على الجوانب هتبهدل الدنيا. انا بحط ده بقى في جنب، وقت ما بقطع بزود بالمعلقه زي ما انا عاوزه تاني. هسيل الاول كده الشوكولاته او الصوص كده بالشوكه عشان ينزل الجوانب شويه يغطيها. هو هيبدا ينزل بقى واحده واحده لوحده. واللي انا سايباه في جنبي ده كل ما هقطع قطعه انا عاوزاها هحط منها، هحطه بقى في علبه في التلاجة واحط منها زي ما انا عاوزه. عايزه بقى كتير، عايزه قليل، مش عايزه، دي حريه شخصيه واذواق في الطعم. هجيب بقى كام فراولايه كده كانوا عندي، هحطهم
واتمنى لو الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، وقولوا رأيكم في التعليقات. وان شاء الله تشوفوني في حلقة جديدة وفي وصفة جديدة. وان شاء الله هفتحها دلوقتي بقى، معلش هقطعها دلوقتي عشان اوريها لكم من جوه عامله ازاي. استنوني في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.